على ده الحقيقه. بالنسبه بقى الموضوع الجزء بتاع ثوره يناير، انا كنت من الناس وما زلت لحد النهارده عمري ما طلعت ببرنامج الا لما قلت ان انا من المؤمنين بثوره يناير جدا. وانا نزلت ثوره يناير وكنت بنزل ورا اهلي يعني بالمناسبه دي يعني كنت مخبيه ان انا بنزل، ولكن انا مؤمنه ان الثوره دي كان لازم تقوم. والثوره دي قامت ضد فساد وقامت ضد طغيان، وانا مؤمنه بيها جدا. اللي انا قلته في الروايه ان كان في جزء من الشباب ان اتجر في موضوع ان في جماعات من بره كانت بتزق الثوره. هل في النهارده بعد 5 سنين هل عندنا اي شك ان كان في ايد خارجيه في مؤامره الثوره دي؟ لا، هي الثوره ما كانتش مؤامره، هي في شباب نزل وشباب محترم، وفي ناس كانت ضجت من حكم مبارك فنزلت عشان التغيير. وانا مؤمنه بالناس دي، والناس دي انا شفتها ونزلت عملت معاها واتكلمت معاها في الميدان. ولكن وجهه نظرك اللي حاولتي توصليها في الروايه؟ وجهه نظري اللي حاولت اوصلها في الروايه ان يعني البنت الثالثه في الروايه كانت بشكل ما انفولد في الثوره. القناعه اللي جواها ان هي بتقدم حاجه لبلدها، وده القناعه اللي كانت جوه كل الشباب على فكره، وده ما كانش عيب. لكن ما فيش شك ان كان في مؤامره امريكيه ليها علاقه بالموضوع ده، ما عنديش شك في كده برضه. ما عندكيش انت شك في كده؟ وده اللي انت يعني مش انت هو ده اللي الزمن بينه على فكره. يعني انت وصلتيه في الروايه بتاعتك، وانت على فكره في حريه، يعني في حريه عاديه جدا ان كل واحد يعبر عن رايه. وخلينا برضو ان احنا نقول انه مش اي حد نزل الثوره، مش كل الناس كانت نفوسها واحده وكل الناس كانت افكارها واحده. على فكره هو جماعه الاخوان المسلمين لما نزلت الثوره من بعد 28، بعد ما موقعة الجبل واللي هم اللي خططوا لها اصلا نزلوا وكانوا واقفين. الله اعلم كل دي تصريحات يعني كل لا دي يعني هم كان ليهم ضلع كبير. وجهه نظري برضه ماشي وجهه نظري، ولكن على فكره انا بقول ان التاريخ على فكره عمر الثوره دي ما هتعرفي حقائقها الا بعد 20-25 سنه طبعا. في اطراف كتير جدا كانت انفولد في الثوره دي ومن غير ما انا ما اعرفش احنا هنعرف التاريخ بعد 25 سنه ولا هيبقى في يعني. لا ما هو في وجهه نظر برضه. لا هو الحقيقه ان في اطراف كتير. يعني بذره الثوره كانت شباب محترم نزل يدافع عن حقوقه، وناس غلابه في البلد دي فعلا طحنها الفقر والمرض والجهل، ما عنديش شك في كده لحظه. ولكن هل ده ما يمنعش ان في اطراف حاولت تركب الثوره دي؟ لا طبعا في اطراف حاولت تركبها كتير، مش عايزين نقول يعني لا مين ولا ليه، لكن في ناس كتير حاولت تركب الثوره دي. مش عيب ان دخل فيها مؤامرات خارجيه يعني. 8802 رقم الاس ام اس، مكملين معاكم وبنسمع راي رشا سمير. لو اي حد عنده اي كومنت او اي سؤال او اي اي تعليق ممكن. هي رشا انتوا شايفين اوبن جدا ومش فلول والله يا جماعه بجد. انا بتضايق قوي من كلمه فلول وطعميه. فلول وطعميه ماشي. صباح الخير يا جماعه. يا ايها الشعب الانتوخ، يا ابو النفوخ الضربندوق، يا ايها الشعب الانتوخ، يا ابو النفوخ الضربندوق. مش بقى تفوق سنة لا في الاثر ولا في السنة، مش بقى تفوق سنة لا في الاثر ولا في السنة، مش بقى تفوق سنة لا في الاثر ولا في السنة. تعيش حزين وتموت منسوخ يا ابو النفوخ الضربندوخ، تعيش حزين وتموت منسوخ يا ابو النفوخ الضربندوخ. يا ايها الشعب الانتوخ، على بطني رابط التزاماتي منيني حتى التزاماتي، بعد الكنب الاسطنبولي وعايشها كل حلم بولي، انا وعيالي ومراتي. بيعني ارضي ومفهومي، قلعني فكري وهدومي، بيعني ارضي ومفهومي، قلعني فكري وهدومي. مخي اتقفل في المعلم لب، ولما يفتح يشرب كده. مخي اتقفل في المعلم لب، ولما يفتح يشرب كده. انا اصلي اهبل من يومي، مش بقى تفوق سنة لا في الاثر ولا في السنة. تعيش حزين وتموت ممسوخ يا ابو النفوخ الضربندوخ، تعيش حزين وتموت ممسوخ يا ابو النفوخ الضربندوخ. يا ايها الشعب الانتوخ، مسحولي من بقي اللقة، ظبطولي بين شخطة وزقة، والوحش زغلط بقراشة، يفطر بدمي على بغاشة، وتعينه يعلى ويترقى. ارجوك بقى تسيبوا عيالي، مش لازم الجيل التاني. ارجوك بقى تسيبوا عيالي، مش لازم الجيل التاني. يمكن يحبوا النيل والارض وفوق ترابها يصلوا الفرد، يمكن يحبوا النيل والارض وفوق ترابها يصلوا الفرد.
This is Radio Hits. الكتب هنا كتير جدا، نجيب محفوظ، أنيس منصور، طه حسين، شكسبير، باولو كويلو. لا أنا باخد فكرة. خد فكرة واشتري بكرة في ابدأ يومك على راديو هيتس مع زهرة رامي. راديو هيتس اظبطها وعليها. مكملين معاكم في ابدأ يومك على راديو هيتس 88.2 وصباح الفل. واهدوا كده يا شباب، اهدوا تعالوا نتطرق تاني بقى، نرجع تاني للروايه. احنا اوريدي ما رحناش بعيد عنها يعني، ولكن كنا بنرد برضو على الكومنتس بتاعتكم على الفيسبوك فان بيج او رقم الاس ام اس اللي هو 8802. وخليكم ظابطينهم علينا واسمعوا يا جماعه. واحنا بقالنا كتير قوي بنشتغل على الراي الاخر واحترام الراي الاخر، وحتى لو الكلام مش عاجبكم اسمعوا وشوفوا واشتروا وخدوا فكره، ولو عجبكم الكلام اشتروا بكره، ما عجبكوش موضوع تاني. وغالب في الاخر احنا برضو بنتكلم عن جواري العشق
هنا ادبيا. فخليني اسالك برضو عن اللغه يا رشا، وانتي استخدمتي اللغه العربيه من الاول للاخر، وعاده بتعملي كده برضو في معظم في كل اصداراتك تقريبا. بس هو بس الاول والله ردا على الناس يا جماعه، يعني اختلاف الراي لا يفسد الود طبعا قضيه، وانا يعني بسمع الراي الاخر بمنتهى سعه الصدر، ما بيضايقنيش على فكره، ولما حد بيبعت لي بيقول لي رايه وانا برد عليه على الناس، ما عنديش اي مشكله. اهم حاجه ان الواحد يرد ويحترم راي الاخر، فده عادي. خلينا نقول ان الروايه فعلا بتتكلم عن فكره ان الست لما بتقع، يعني هي الخلاصه الموضوع ان حين تقع المراه في قبضه الحب فتعود مره اخرى جاريه في بلاط الحب. هو ده كان المغزى من الروايه، مش المغزى السياسي، ولا ان السياسه لو يعني مرت عابرا في الروايه يعني، فمش الدنيا ما قامتش وما قعدتش على الحته دي. أوكي. انا الحقيقه بكتب طبعا عاده لغه عربيه، وانا بحب اللغه العربيه جدا، ويمكن ليا تجربه وحيده في اللغه العاميه مع في كتاب يعني ايه راجل، اللي كان يعني حاجه ساخره كده. لكن هنا في الروايه انا كتبت جزء لغه عربيه اللي هي الجزء بتاع المماليك، وجيت في الجزء اللي بعد كده او الجزئين اللي بعد كده خليت الحوار بس هو اللي باللغه العاميه، ولكن طبعا بقيه الروايه كلها بالعربيه، ده علشان احساس الزمن برضه بالظبط، عشان يبان ان في حصل فصله من بعد فتره الاخوان يعني. يعني مش معقول ان هيبقى مثلا السلطان بينادي الجاريه يقول لها خدي، يعني عارفه لو مش ينفعش بقى خدي يا شاطره خدي اقول لك كده. فلازم يبقى في يعني لغه عربيه عشان تحسسك ان الزمن اختلف يعني. اوكي. انما انا من اللغه العربيه وبكتب بيها، وانا من عشاق اللغه العربيه حتى في مقالاتي يعني في الجورنال. انا بحب استخدم اللغه العربيه، هي لغه ثريه جدا وبتديكي مساحه ان انت تكتبي حاجه مختلفه يعني. طيب ارتباط بقى حريه المراه ومشاكلها بحاله العشق والهيام والحب والحركات. هو ناس كتير قوي بعتوا لي قالوا لي يعني انت عايزه تقولي ان اللي بتحب بتبقى جاريه، فقلت لهم لا والله يا جماعه ما كانش ده المقصود من الموضوع. ان المفروض ان الست لما تحب، وده بقوله لاولادي وبقوله لاصحابهم، ما تبقاش بس عايشه في يعني في دنيا الرجل اللي هي احبته، لكن الست لازم يكون لها حياه يعني، ويكون لها هي كيان مختلف. ده ما يمنعش ان هي يبقى لها عيله وكل حاجه، ولكن انها يكون لها كيان، ده مهم جدا. هو ده اللي انا كنت عايزه اقوله يعني. هو ده كان خلاصه الكلام، ان لما تقعي في غرام رجل ايا كان الرجل ده هياخدك لفين، فما ترجعيش جاريه بارادتك عشان انت وقعتي في غرامه، ولكن انت ممكن تحبيه وتظلي محتفظه بكيانك، او انت ليكي بصمه مختلفه يعني. طب ما نقرا حته كده برضو عشان ناخد بقى فكره عن كمان الحركات. بس انا هقرا لك حته ليها يعني، هي تقريبا انا بعتبرها ملخص الروايه كلها، وهي الفقره اللي بتبدا بيها اول فقره في الكتاب. جده بتقرا رساله لحفيدتها يعني. اوكي. فبتقول لها فيها الرساله بتقول: لم يكن حظها افضل من حظي كثيرا، ولم يكن حظي الافضل بينهن، اما هي فقد كانت صاحبه الحظ الاوفر. كلنا بحثنا عن نفس الشيء، وكلنا حاربنا من اجل نفس الهدف، كلنا سرنا خلف نفس الحلم فوصلنا الى خيط من السراب. قهرنا الظروف مره وقهرتنا الظروف مرات، وكانت نهايتنا مختلفه. كان وقوعنا في الحب سببا ابديا لبقائنا خلف اسوار القهر طويلا، وكان وقوعنا في الحب سببا دائما لبحثنا عن شق في الحيطان يتسرب منه الينا شعاع امل او طريق الحريه. كنا نساء نبحث عن دورنا، أو نساء بحثت عنا أدوارنا، ووصلنا ليقين أن البحث عن الأشياء يجعل منا رحالة في دنيا الغيب، وتبقى الحقيقة الأكيدة هي أن أدوارنا وأقدارنا تظل تبحث عنا حتى تجدنا هي قبل أن نجدها نحن. لكل منا قصة بقيت منها عبرة، أو قصة سقطت تحت أقدامها عبرة، قصة رويت لنا وقصة رويناها، قصة حكت عنا وقصة حكيناها. لم يتبقى منها سوى تلك الأوراق والصور، ولم يتبقى منا سوى أطلال لطريق مشيناه، وعلى الرغم من كل المكاسب وكل الخسائر بقيت هي الفائز الوحيد. Radio hits. We lead, they follow. العشق حالة فيها استحالة إن القلوب ترفض تدوب. العشق حالة 100,000 حالة. العشق حضن ساعة الغروب. العشق حالة فيها استحالة إن القلوب ترفض تدوب. العشق حالة 100,000 حالة. العشق حضن ساعة الغروب. والعشق ليلة بنت جميلة فستانها للمجد
شاهد، وشوش لبست وشوش عشاق خانت وباعت، وعيون حزينة من البعد سهرت وشابت، حلفت تتوب العمر كله بس استحالة. كتير جدا. نجيب محفوظ، أنيس منصور، طه حسين، شكسبير، باولو كويلو. لا لا لا، أنا باخد فكرة. خد فكرة واشتري بكرة في ابدأ يومك على راديو هيتس مع زهرة رامي. راديو هيتس اظبطها وعليها. 8802 رقم الاس ام اس. هقرا بقى الفيسبوك كومنتس اللينك الجاي، بس هنجمع مشاكل مع بعض عشان ايه؟ تعالي نثير مشكله ثانيه. تعالي كفايه بقى زهر، حرام عليك. لا يا مش احنا جايين حلوه يعني نتخانق كده على الزوم عادي جينا بقى. انا طبعا انا بس عايزه يعني اؤكد على حاجه، سواء المسجز اللي جايه على 8802 او الفيسبوك كومنتس اللي هي radio_hits 88.2. انا هقرا كل الكومنتس، ورشا اكشلي بترد على كل الحاجات بصدر رحب جدا، ولكن ارجوكم نلتزم الادب كده في الحوار علشان نعرف حتى اقرا الكومنت ونقبل الراي الاخر بصدر رحب ونتناقش. يا جماعه نهدى بقى، احنا كل ده ما هديتوش، اهدوا بقى. لسه بدري قوي كمان على الهايبره دي. ايه ده لسه بقى في ايه؟ طيب خلينا بقى نتكلم عن تعالي بقى نعمل مشكله تانية اجتماعيه رومانسيه. اتفضلي. هو اللتر او الجواب اللي انت لسه قارياه وجواري العشق ودويتو اللي انا قريته شخصيا بيبين لي كده يا رشا انه يعني لا سمح الله انت بتقولي وبتروجي لفكره انه الحب هو اللي مبهدلنا كستات، هو اللي جبنا لورا، وهو السبب اسرنا. احنا مأسورين كمان. على فكره احنا الستات مفترين جدا، قربنا نقعد الرجاله في البيوت، قربنا نقعدهم في البيوت. بس يعني يعني لا هو بصي يعني خلينا نبقى صراحه مع بعض، انت ما بيكسرش الست فعلا غير قصه حب. يعني يمكن في دويتو في واحده من القصص بتتكلم عن قصه حتشبسوت، وحتشبسوت يمكن انا كاتبه وجهه نظر حتشبسوت ووجهه نظر الاخرى اللي هي بتاعه المهندس اللي بنى معبد الحب. انا بقول انا عندي في دماغي كده مخيله ان هي حتشبسوت لما حبت سننموت اللي هو المهندس اللي بنى لها الدير البحري، ادته كل مقاليد حياتها، وهي كانت شخصيه قويه جدا وكانت منع ان اي حد يتدخل في حياتها، لكن لما حبيته قوي ادته كل حاجه، هو اللي بنى وهو حط صورته جنبها في الدير البحري. سننموت لا ما تصورش سيلفي ولا حاجه. رسم. فلما جه سننموت ده مات موته غريبه جدا، وما حدش عارف هو مات ازاي، ومات مقتول وما حدش عارف مين اللي قتله ولا حاجه خالص. انا كده لو عارفه بخيال الكاتب قلت ده اكيد هي اللي قتلته، لان المراه على قدر الحب يكون الكره عندها، والست على فكره مدخلها الوحيد هو القلب. يعني ما تقدريش تقولي ان اي الست اللي بتقعد تقول لجوزها هات لي ورد والنبي بتبقى عايزه تسمع كلمتين حلوين. في ورد ابراهيم. في كيلو كباب يا ايوه. فالحقيقه ان الست مهما كبرت ومهما عليت في المناصب، ودايما في النهايه بتبقى عايزه تسمع كلمه حلوه وعايزه راجل يحتويها، وده مش معناه على فكره ان اللي بيقهرها الحب، على قد ما المفروض ان اللي يحتويها الحب. يعني انا دايما اقول ان دفه السفينه دي الراجل هو المسؤول عنها مش الست، لان الراجل قادر لو احتواها هتديله عينيها يعني.
فطبعا الحب مهم جدا في حياه كل ست. بقول لك مهما بقى يعني انت بتعترفي هاخد لك بقى اعترافات أيوة. نعمل خناقات جديده اهو. انت بتعترفي ان الست قويه ومفتريه وكل حاجه، بس وانس انها حبت وبتقع في الحب هو ده الحاجه اللي فعلا ممكن تكسرها وتجيبها ارض. بدليل ان فيلم تيمور وشفيقه لما كانت وزيره، ولكن لما ما اتكلمش في الموضوع ده يا ريت حساس شويه. 8802 رقم الاس ام اس والفيسبوك فان بيج radio_hits 88.2. لسه بنتكلم عن جواري العيش، وهنتكلم كمان عن حاجات تانية برضو بتتطرق لنفس المشاكل ونفس الحركات، وتقدروا تبعتوا المسجز بتاعتكم والكومنتس كلها هنرد عليها. اللينك الجاي هيبقى مخصص بقى للكومنتس والمسجز. وصباح مش عايزه خلاص كفايه كده قفلت خلاص. في قلب البنت فزورة تكسبها يا تخسرها، في روح البنت كم صورة تحضنها يا تكسرها، في قلب البنت فزورة تكسبها يا تخسرها، في روح البنت كم صورة تحضنها يا تكسرها، فقرر قول وكن مسؤول عن السكة اللي تختارها، ولازم تبقى عارف شيء رصيد البنت أسرارها، وتبقى أبوها وحبيبها وعارف كل أخبارها، ولو في ذكرى وجعها بلاش أحسن تفكرها. وحسسها انها بطرف عينيها هتضمك وقدرها، وحسسها انها امك بطرف عينيها هتضمك، ما تحبسهاش في مرة بقفل، اكيد هتراعي ربنا فيك، وايه يعني اما ترجع طفل، وايه يعني انها تربيك، فتبقى هي تكبر بيك، ولو صغرت تكبرها، ولازم برضو تسكنها وما تبصش في مرة على حد، ولما تيجي تحضنها يكون الحضن حضنك جد، بنقطة ضعفها ننسى حضنك فيه يصبرها. مهما قويت المرأة فهي تحتاج دائما إلى رجل تترك من أجله الأشخاص وتنسى الأماكن وتزهد الأشياء، رجل تهرب إلى دنياه فيحتل كل مساحتها الخالية، رجل يأتيها بالربيع فيكسو جنباتها باللون الأخضر لتهب من بين جدائل شعرها نسمات الهوى ورياح الأمل، رجل يأتيها بأمواج البحر فتعانق لونه الأزرق وتغوص إلى أعماقه الباردة في تلك اللحظة التي تلاصق فيها مشاعر وجسدها الحاني، رجل يذيبها في اللون الأصفر بين كلماته التي تخطفها من ضوضاء الوحدة فتختبئ وسط تلك الرمال الناعمة في بيت كاهن الحب العتيق، رجل يهبها اللون البنفسجي قبلة تشتاق إليها وقت هزائمها، وضمة ترنو إليها وهي تجلس في مقابر الحزن تنعي موت مشاعرها على أيدي فرسان المعارك البالية، باختصار رجل يمتلكها ويتملكها.
انتوا بتاخدوا فكره يمكن تعجبكم وتشتروا بكره عن جواري او يشتروا النهارده او لسه استنوا لبكره. بكره صحيح. رشا سمير واحنا مكملين معاكم في ابدا يومك على راديو هيتس 8802 رقم الاس ام اس، فيسبوك فان بيج radio_hits 88.2. صباح الفل والهنا السعاده والرومانسيه. في جوا في قلبي مكان ما فتحتوش يوم غير ليك، وحاجات حصلت لي معاك وما حصلت ليش قبليك. ما بقتش بخاف ولا عاملة حبيبي لبكرة حساب، وإن خفت في لحظة بيبقى الخوف يا حبيبي عليك. في جوا في قلبي مكان ما فتحتوش يوم غيرك، وحاجات حصلت لي معاك وما حصلت ليش قبليك. ما بقتش بخاف ولا عاملة حبيبي لبكرة حساب، وإن خفت في اللحظة بيبقى الخوف يا حبيبي عليك. أنا سند عليك لو يوم الدنيا بتيجي عليا، أنا بتحرى فيك وفي عز البرد بلاقي دفايا في حضن عينيك. أنا سند عليك ده ساعات يا حبيبي أنا ببقى لوحدي وبحتاج ليك. قبل ما بندهلك بفتح عيني وصعد ألاقيك. مكدبش عليك أنا قبل ما قبلك يا ماسي، أنا تهت سنين قبلك في حياتي ورحت وجيت. أنا كنت وحيدة وعايشة في غربة ومش برتاح، ولقيت يا حبيبي في حبك ظهر وقلب وبيت. مكدبش عليك أنا قبل ما قبلك يا ماسي، أنا تهت سنين قبلك في حياتي ورحت وجيت. أنا كنت وحيدة وعايشة في غربة ومش برتاح، ولقيت يا حبيبي في حبك ظهر وقلب وبيت. أنا سند عليك لو يوم الدنيا بتيجي عليا، أنا بتحمى فيك وفي عز البرد بلاقي دفايا في حضن عينيك. أنا سند عليك ده ساعات يا حبيبي أنا ببقى لوحدي وبحتاج ليك. قبل ما بندهلك بفتح عيني وصاد ألاقيك.
88.2. العالم بيتغير بسرعة ولازم تسبق، وعشان تسبق لازم تكون على الطريق الصح، ولازم تبقى عارف ايه خطوتك الجاية، ويكون معاك شريك يتأكد ان كل خطوة تاخدها هتخليك دايما في المقدمة. مع اميريتس ان بي دي برايورتي بانكينج انت دائما على رأس اولوياتنا. نوفر لك علاقة بنكية متخصصة، مجموعة من الخدمات والمنتجات المصرفية المميزة، اسعار تنافسية على القروض والودائع، حلول استثمارية توفر اعلى عائد وامتيازات حصرية لاسلوب حياة مختلف. مشوارك قصة نجاح، مع بعض هنكمل كتابتها. اتصل على 19267. اميريتس ان بي دي برايورتي بانكينج، تطبق الشروط والاحكام. المود لما بيبقى حلو بتشوف كل حاجة حلوة وجميلة. الجو شاعري، الشوارع نظيفة، الناس اللي بترمي البره اللي فوق اوعى ولا، والزحمة حلوة مفيش كلام. لا في زحمة وعشان تستحمل المود ده لازم تسمع أغاني توديك لعالم تاني. أغاني تشيل كل يوم سبت من 4 ل 6، وأحلى أغاني تشيل اوت ولاونج. أغاني تشيل ومحمد صلاح على راديو هيتس. الكتب هنا كتير جدا، نجيب محفوظ، أنيس منصور، طه حسين، شكسبير، باولو كوالو. لا أنا باخد فكرة. خد فكرة واشتري بكرة في ابدأ يومك على راديو هيتس مع زهرة رامي. راديو هيتس اظبطها وعليها. مكملين معاكم 8802 ده رقم الاس ام اس، وبنتكلم عن جواري العشق واعمال اخرى كمان لرشا سمير. هنتطرق لبنات في حكايات، ولكن خليني برضو اسالك بقى عن انت وانت بتكتبي جواري العشق من الاول خالص، من اول الثيم والفكره اللي جات لك مع مذاكرتك للموضوع ودخولك اكتر في التفاصيل واختيار كمان الشخصيات. انت كنت شايفه انه المفروض ان اللي يقرا الروايه دي من السيدات لو هي حست انها ريليتد لاي شخص من الستات دول تحس بثوره زياده، ولا تعرف ان هو ده يعني ان هي المفروض يعني في تغيير هتعمله، ولا انت شايفه انه مش فكرتك اصلا ومش مهم تحرضي مش تحرضي بس تشجعي مصره تسجنيني؟ لا تشجعي الست انها بالعكس، ما هي حتى لو تحريض فده تحريض بوزيتيف. انت حرضت الست انها تبقى قويه وعارفه هي عايزه ايه وتحقق كيانها وتحقق نفسها وتقول بصوت عالي انا نفسي في ايه، وما تبقاش جاريه او تابعه، لانها لا جاريه ولا تابعه. لا هو طبعا انا كنت حابه ان يوصل من الروايه كلها رساله، وهي رساله انا بقول ان هي اتمنى ان هي تكون رساله للاجيال الجايه، يعني اللي هو جيل ولادي واللي قدهم سنا، ان الحريه مش ان انت تلبسي اللي على مزاجك او ان انت ترجعي متاخر، او يعني ما اوكي ده جزء من الحريه اللي انت خدتيها، ولكن الحريه ان انت يبقى لك كيان. لان احسان عبد القدوس قالها في اول روايه له انا حره، وكان عايز يوصل بيها رساله، وانا بعيدها تاني لان انا متاثره بالروايه يمكن دي جدا يعني. ان يعني لا يوجد شيء يسمى الحريه، واكثرنا حريه هو عبدا للمبادئ التي يؤمن بها، فاعرف مبادئك تجد حريتك. الحريه هو ان يكون عندك مبدا بتدافع عنه. يعني فانا عايزه اقول انا كنت نفسي طبعا من الروايه دي ان الست اللي بتلاقي نفسها فجاه، ان هي في ستات يعني فكره بتخش مثلا قصه حب، مش لازم اقول جواز، قصه حب بتنسى نفسها تماما وبتذوب تماما في كيان الراجل اللي حبته. وعلى فكره ده طبيعه المراه كده، يعني غصب عنك هي الست بتبقى عايزه راجل تحط راسها على كتفه فعلا يعني. لكن هل ده معناه ان هي خلاص تفقد حياتها كلها وتفضل عايشه في هذا المدار او اطار الراجل ده؟ لا، اللي انا كنت عايزه اقوله ان يا جماعه اللي شايفه نفسها عملت كده تعمل وقفه مع نفسها وتقول لا انا هعمل نفسي كيان مختلف، ايا كان الكيان ده، مش مجرد شغل او يعني مش شغل المراه هو بس فكرة ده. التحريض هنا مش تحريض على فساد ولا فسق يعني، بالعكس. طيب خليني برضو اسالك بقى عن الاسامي اللي انت اخترتيها. انت اوريدي كرييتد اسامي للشخصيات بتاعت جواري العشق، واخترتيها طبعا اكيد في ثيم بلعب في ثيم معين او هدف معين، اللي هي فكره القمر وخروج بقى الاسامي منه. بصي هو طبعا الجاريه الاولانيه بتاعت عصر المماليك كان اسمها قمر، وهو كان المقصود ان هي المفروض ان هي كان جاريه ليها ملامح مختلفه، يعني ان هي كانت حلوه، كانت قمر يعني. وكان شكلها يعني ملامحها الجسمانيه ملامح جميله جدا، وفي نفس الوقت فيها حاجه مش موجوده في كل الجواري اللي شدت ليها حبيبها في الوقت ده، ان هي كان في عينها نظره كبرياء، لان دايما الجاريه بيبقى في عينيها نظره انكسار، لكن هي كان عندها نظره كبرياء، وكانت معتزه جدا بنفسها، وشايفه ان هي عن طريق ان هي مش عايزه تتحرر
عن طريق ان هي تقع في غرام سلطان، لا هي عايزه تتحرر عن طريق ان هي بتكتب شعر وبتقرا شعر وعايزه تلقي الشعر ده في بلاط السلاطين يعني. فقمر دي المفترض بعد كده انها لما بتكتب قصتها وبتورثها في صندوق الاجيال اللي بعدها. فانا حبيت يبقى الرابط ما بين الاجيال، لان الفرق بين الاجيال كبير، فتره السبعينات ومن المماليك اللي بعدها ل 2011 او ما بعد كده كمان، المفروض بعدها يمكن ب 20 سنه كمان. فالرابط بينهم كان هو الصندوق اللي بتورثه قمر والاسم، يعني ان يبقى السلاله اللي طلعت من سلالتها هي نفس الفكره. فجت فكره مهشيد وايسل. مهشيد معناها انها جميل، يعني المراه الجميله مثل القمر، وايسل معناها الهاله اللي حوالين القمر. فعشان كده الاسامي كان شكلها مكلكع شويه. قعدتي تدوري عليها ازاي دي؟ والله دورت على كل الاسامي اللي لها علاقه بالقمر او مشتقه من القمر، الفارسيه والايرانيه وغيره. فعجبني الحقيقه الثلاث اسامي دول يعني. اوكي طيب خلينا بقى نروح لبنات في حكايات، وده كان مود تاني خالص ومواضيع تانية خالص وحالة اجتماعية بحتة. و انت عندك بنات، عندك بنتين. فالحكايات دي وانت بتكتبيها كنت بتكتبيها من باب ان انت وشايفه انه المفروض ان احنا نسمع لبناتنا، وان دي مشكلات ممكن تكون بتقابل صحبات بناتك او اي مشكله ممكن تتعرض ليها بنت من بناتك، ولا كلها من وحي الخيال وزي شبه مقالات وحاجات بس في قصص، يعني قصص قصيره؟ لا هي الحقيقه بنات في حكايه روايه طويله، هي روايه برضو لا ما انا عارفه، اقصد انه القصص بتاعت البنات اللي يعني فكره ان انت تاخدي كذا قصه وتحطيهم في بعض. كل قصه لوحدها ممكن تعمل مقاله او تعمل قصه قصيره، فانت لما تجمعيهم ببعض في روايه، ده كان الهدف منه ان انت تبقي مجمعاها علشان يبقى فيه كروايه تبقى ادبيا روايه. ولا انا طبعا كتبتها بوحي الام زي ما انت قلتي يعني. لان طبعا انا بنتي الكبيره يعني، وهي يمكن هي اللي كانت في ساعتها في سن التينيجينج ده، فصاحبتي جدا ودايما بتيجي تحكي لي القصص بقى اللي بتتعرض لها هي واصحابها. بسمع منها يعني بيلفت نظري مثلا فلانه عملت كذا، طب ودي عملت يعني ليه رد فعلها كده اجريسيف مثلا قوي. فاقوم بالصدفه بعد كده اقابل البنت واقابل امها، فالاقي طبعا ان في شرخ ما في البيت. او الام على فكره فعلا اللي قال المثل بتاع اكفي القدر على فمها ده فعلا ده مظبوط، لان يعني البنت بتبقى واخده من مامتها كتير جدا وبتتعامل زيها وبتتصرف زيها. فدايما بيبقى في مشكله ما بتخلي البنت الاجريسيف والبنت اللي مستهتره. دايما بيبقى في حاجه في البيت بتخلي في انعكاس عليها، اسقاط بشكل ما. مش ما بتكلمش على فكره عن مشكله الطلاق بس في الروايه، لان في حاجات كتير جدا فيها مشاكل، ان ممكن اب وام عايشين مع بعض ومفيش بينهم حوار، ده بيخلق مشكله الروايه. كانت عايزه تقول برضو ان احنا احيانا بنعلي مصالحنا الشخصيه فوق مصلحه ولادنا. يعني دايما لما مثلا بيختلفوا، احنا قررنا يا جماعه نتطلق، طب يا جماعه اسالوا ولادكم عايزين ايه، لان احيانا بيكون لهم وجهه نظر مختلفه، وهم الحقيقه يعني جم من غير اراده، يعني انتوا اتجوزتوا فجبتوهم. فارجوكم اسمعوا مشاكلهم. السن ده سن حرج جدا، الشاب بيدور فيه على نفسه عن هويه، والبنت بتدور عن هويه. لو ما لقيتش بيت يحتوي او ما لقيتش حد يسمع، هتدور بره عن حد يسمع، وهتبدا من هنا المشكله. 8802 رقم الاسمس، والفيسبوك فان بيج radio_hits 88.2 ومكملين معاكم. للبنت اللي سهران لهذا الوقت وبتفكر في واحد كان زمان روحها، لكن ما بقاش كده دلوقت، بقى ذكرى مجرد جرح في جروحها. في واحد كان زمان روحها، لكن ما بقاش كده دلوقت، بقى ذكرى مجرد جرح في جروحها. وبترتب دولاب وحدتها بالوحدة، وبتعد الصحاب ياما بقلها واحدة. البنت اللي لو تحكي بتحكي بشر تاني، البنت اللي في عيونها دموع شايلة وجع وحنين، الصحية على سرها تعاتب أهلها النايمين، البنت اللي لو تحكي بتحكي هموم بشر تانيين، إلى البنت اللي في عيونها دموع شايلة وجع وحنين، إلى الصحية على سرها تعاتب
فيك دوب شهوة مساء الخير على عيونك يا خايفة من جميع الناس وثقتك بس في القهوة. أنا حبيت أقولك بس بإن المجتمع لو حس هيضرب نفسه 100 مرة عشان بيبص من برا. أنا حبيت أقولك بس بإن المجتمع لو حس هيضرب نفسه 100 مرة عشان بيبص من برا. تعاتب أهلها النايمين إلى البنت اللي لو تحكي بتحكي هموم بشر تانيين. إلى البنت اللي في عيونها دموع شايلة وجع وحنين. إلى الصحية على سرها تعاتب أهلها النايمين. 88.2 صاحي بدري، الدنيا برد بس مش مهم النهارده ايه ولا ايه اللي بيحصل حواليك. صاحي وفي هدف محدد في دماغك، هو ده اللي انت عاوز توصله اول حاجه في اليوم. 1 اسبريسو اون ذا ران لو سمحت. هو ده، نفس عميق، خد وقتك، شم ريحه القهوه القويه. المهم انك بدات بكوفي اون ذا ران، بعد كده مش مهم اليوم في ايه. اون ذا ران، the best takeaway coffee in town. قسم جمهورية مصر في العربية. جاهزة؟ يلا بينا. أوعدكم إن أبقى مستمع لويال للجمهورية. أوعدكم إن أستمع لويال للجمهورية. واعمل هاشتاج مصر أندرسكور في العربية. واعمل هاشتاج مصر أندرسكور في العربية. واسمع دايما تامر ومنة. واسمع دايما تامر ومنة. وحياة الأخوة اللي بينا. وحياة الأخوة اللي بينا. جمهورية مصر في العربية كل يوم من الحد للخميس من الساعة 6 للساعة 8 مع منى عامر وتامر عادل على 88.2 راديو هيتس. اظبطها وعليها. الكتب هنا كتير جدا، نجيب محفوظ، أنيس منصور، طه حسين، شكسبير، باولو كويلو. لا أنا باخد فكرة. خد فكرة واشتري بكرة في ابدأ يومك على راديو هيتس مع زهرة رامي. راديو هيتس اظبطها وعليها. مكملين معاكم 8802 رقم الاس ام اس، وهنرجع لجواري العشق اللي بنتكلم عنها النهارده، ولكن بستغل وجود طبعا دكتور رشا سمير، وبنتكلم عن بنات في حكايات، وكنا بنتكلم عن القصص. مدرسه الرسم اللي عرفت تخش في وسط قصص مختلفه، وانت بتحبي تدخلي القصص ببعضها وتمزجيها. في جواري العشق كان الموضوع تاريخي، يعني كان موضوع ان انت مازجه شخصيات بعصور مختلفه. بنات في حكايات انت مازجه قصص يعني في نفس العصر وفي نفس الوقت في نفس كلاس اصلا، وبنات بنات مراهقات عندهم مشكلات بتواجه حاجات كتيره. كان سؤالي هو انه انت كان ممكن تتعمل قصص قصيره او كان ممكن تتعمل مقالات علشان تبقى دايركت اكتر للمسج بتاعتك اللي انت لسه قايلاها بتاعت انه امهات خلي بالكم من البنات وكده، ولكن انت عملتيها في شكل روايه بشكل مفصل اكتر، وبقى فيه تفاصيل طبعا ادبيه اكتر وخياليه اكتر علشان يبقى فيه حبكه ادبيه اللي احنا بنتكلم عليها في الروايات. فقولي لي ليه اخترتي هذا الطريق مش الطريق ده؟ لان لو اتعملت قصص قصيره او اتعملت مقالات زي ما انت بتقولي ممكن يكون الهدف منها اقوى، يعني توصل اسرع دايركت اكتر، ولكن هتبقى فيها شيء من الرفنس كده او الخشونه. انما انت عشان الروايه تبقى ناعمه واللي بيقرا ده يقدر يتقبلها، فانت لازم تاخديه من هنا لهنا وقصه دي وتقفي عند هنا وتكلمي الناحيه الثانيه، فده بيعمل عنصر تشويق، فبيخليكي بالعكس مهتمه ان انت تقري اسرع يعني.
ده كان سبب. والسبب الثاني ان انا حبيت ان انا اقول يعني ان انا اخلي حياه البنات كلها لكل واحده فيهم وقعت في مشكله مختلفه عن المشكله الثانيه، ان هم كلهم يبقوا ريليتد لبعض عن طريق مدرسه الرسم اللي عملت اللي ما قدروش امهاتهم او ابهاتهم يعملوها في البيت. ان هي قدرت تلاحظ ان البنت دي عندها مشكله وان دي منطويه وان دي فجاه مدرسه الرسم علشان الارتس مخليها تبقى عندها افق. على فكره هي المفروض بطله الروايه وعلى فكره هي بطله الروايه هي فريده اللي هي مدرسه الرسم. انا كنت عايزه اقول للناس كتير قالوا لي معقول كل البنات اللي يعني كلهم عندهم مشاكل مفيش حد سوي؟ انا كنت عايزه اقول ان فريده دي عشان اتربت في بيت سوي فطلعت بنت سويه ودرست اتعلمت تعليم كويس، فبالتالي قدرت تخش في نفوس البنات دول وتعوضهم برغم ان فرق السن بينها وبينهم مش كبير لانها يعني هي صغيره سنا، لكن قدرت تخش لكل واحده. في واحده فيهم مثلا انجرفت في قصه النت ومشاكل النت، واحده انجرفت في قصه التطرف الديني، واحده دخلت في قصه ان هي مثلا تنزوي وتبقى يعني مش عايزه تصاحب حد ويجي لها مشكله نفسيه وتروح تعالج نفسيا. فهي لمت البنات دول كلهم وبدات تسمع لهم وتعمل لينك ما بينهم وبين بعض ان هم يقدروا يعملوا مشروع واحد، يقدروا يخرجوا مع بعض يعني بحيث ان هي تحل مشاكلهم يعني. فانا شايفه ان هي لما تتعمل روايه طبعا كانت هتبقى اقوى يعني. طيب اتعملت روايه بقى، حسيتي ان هي بعد لما حققت النجاح الكبير دوت ممكن تتعمل فيلم او مسلسل؟ والحقيقه اتمنى انها تعمل فيلم او مسلسل، لان الحقيقه انا شايفه ان يعني انا كنت عايزه اوصل من وراها رساله. بس بنات في حكايات ممكن تتعمل فيلم او مسلسل اكتر من جواري العيش، لان جواري العيش برودكشن رهيب. هي دي المشكله فعلا ان فعلا جواري العيش برودكشن عالي، لكن شوفي بقى مين هيصرف بقى فين. بس ما تقطعيش بس علينا الطرق كده والنبي. جزاكي خير. لو اتعملت طبعا هتبقى ممتعه جدا جدا. انا اعتقد ان لو اتعملت ان شاء الله هتنجح يعني، وان شاء الله ربنا يسهل تتعمل. بس انما بنات في حكايات انا حابه انها توصل بيوت قوي. لان مسلسل ولا فيلم بالنسبه لك؟ اعتقد انها مسلسل لان فيها اشخاص كتير وفيها تفاصيل كتير وانا حابه انها توصل للناس في البيت، لان برضو السينما مش كل الناس بتروح تشوفها، انما لان الروايه محترمه الحمد لله يعني، وان هي كانت عايزه توصل روايه بدون اي ابتذال، لان كنت حابه انها تخش البيت ولما ولادي يقدروا يقروها. اللي انا احب ولادي يقروه احب ولاد الناس يقروه يعني، ما بحبش اتطرق لتفاصيل مش مظبوطه يعني. وفي الحاله دي انت اللي تكتبي سيناريو وحوار ولا تفضلي حد تاني يكتب؟ ده سؤال مهم طبعا. اتليست حتى لو هبقى لازم اشارك في السيناريو طبعا، او اتمنى اعمل كده، لان ما بحبش الروايات اللي بتتاخد وتبوظ بعد كده لما بيتكتب لها سيناريو او حوار، وعشان نقدر بالتالي انا اعتقد صاحبه المفروض الرؤيه الاعظم يعني. اوكي. اتمنى لا اتليست طبعا انا مش بتاعه سيناريو وحوار وما بحبش على فكره. انت يا رشا. لا ثانيه واحده بس منك يا رشا. لا طبعا انا مش ممكن افرض ان انا اكتب سيناريو لان انا مش سيناريست. اوكي. لكن اتليست ابقى يعني في ناس بيبقى سوبرفايزر على السيناريو ان هو موجود بس يقول ده اتعمل كده. عندك رفض تام لان هو يغير اي محور من المحاور؟ لا على الاطلاق انت ممكن تدخلي شخصيات جديده، ممكن تغيري في الشخصيات الموجوده، لكن ما تغيريش في حاجه بان احنا مثلا ندخل فيها ابتذال او ندخل فيها حاجه تجاريه عشان نبيع. لا انا ضد بقى فكره لا انا ضد فكره عبي يا معلم. ماشي اوكي صباح الفل. مكملين معاكم 8802 رقم الاس ام اس، ونرجع بقى نقفل بجواري العيش روايتنا النهارده. وكنا بناخد فكره بسيطه كده سريعه عن بنات في حكايات. يجي بالاصول يلاقيني فكه، انا ما ساعدوش لو اشيل منه ولا هرحمه لو في شكه. سكك البنات مكسك، يجي بالاصول يلاقيني فكه، انا ما ساعدوش لو اشيل منه ولا هرحمه لو في شكه. اجيب الحنيه
مكملين معاكم في ابدا يومك على راديو هيتس 88.2. ادينا لكم فكره، يا رب تكون هي فكره مبسطه بس علشان مش عايزين نحرق الاحداث، ولكن زي ما انتم سمعتوا اللي نقدر نقوله عن روايه جواري العشق ان هي روايه بتتكلم عن 4 عصور وقمر، يعني بقمر بقى بحفيدتها، وفي سرد اسلوب لطيف جدا. ومن الحاجات اللي او من المقالات اللي اتكتبت عن رشا اتقال عنها انها بتتحفنا الكاتبه باسلوبها السلس الممزوج بين لغتي السرد والحوار، كما اعتمدت على تعدد الاصوات. والواضح ان المؤلفه جديره بان تجذب القارئ وكانه احد ابطال الروايه. الروايه جسدت المجتمع المصري من زوايا الواقع الذي نعيشه عبر عصور مختلفه، فكشفت القناع عن الوجه القبيح للظلم في عصر المماليك والزيف الديني وتطرف لجماعه الاخوان عبر عصور مختلفه، واختلال القيم في عصر مبارك والتعبير الخاطئ لمفهوم الحريه. امتد زمن الروايه الى ما يقرب 500 عام او ما يزيد من فاشيه السلطان فخر الدين كبير امراء المماليك الى الازمات الاقتصاديه الطاحنه للمصريين، حتى قفزت بنا المؤلفه عبر عصور مختلفه وحكام متعددين الى السياسات الخاطئه في عصر السادات ومتاجره الاخوان بالدين حتى تمكنوا من قتله. الروايه تجعل من صندوق قمر الخشبي المطعم بالنحاس شاهدا على العصر باوراقه البرديه ورسائله القيمه والعقد الثمين الذي اهدى لها حبيبها الامير شهاب الدين، فاحتفظت به الاجيال حتى توارثته اخر الاحفاد رحيل في مشارف 2011. الصندوق الخشبي يحكي لنا احداث الروايه ويبوح باسرار، فنقرا التاريخ السياسي الشعبي لمصر من العبوديه للتحرر، وتنتقل من صوره المراه السلبيه مهشيد وعلاقتها بزوجها القاضي الذي لا يتعدى الحوار مع ابنته او زوجته كلمات معدودات. يعني ادينا لكم فكره كبيره جدا. انا مش عايزه احرق الاحداث، ولكن اختلفت او اتفقت مع رشا سمير النهارده، فده اداك باك جراوند عن اللي كتب الروايه. الروايه تستحق القراءه اكيد، لانه حتى لو انت بتبقى مش عاجبك وجهه النظر ديت لازم تقراها علشان تعرف الطرف الاخر اللي مختلف عن وجهه نظرك بيفكر ازاي. روايه فعلا ادبيا تستحق القراءه كمان، علشان بشهاده ناس كتير ونقاد كتير هي فيها اسلوب مميز جدا من الحكي والسرد. ورشا معروفه باصداراتها اللي فاتت ان هي عندها التفاصيل بتاعه الاحاسيس الانثويه، وعشان كده قالوا عنها ادب نسوي، ولكن هي بترفض التصنيف. رشا انت نورتيني جدا النهارده، وانا سعيده جدا 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 يعني بجواري العشق وبكل الحاجات. وانا قريت دويتو بقولك على البحر، فكنت والله لا انا هنتظر رايي في جواري العشق وبالايجاب او بالسلب انا لازم اعرفه يعني. هي بس ال 500 بس هكملها. هديكي فرصه اسمع رايك على 2019. لا 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 هخلصها، بس طبعا مما لا شك فيه فعلا انه الاسلوب نفسه كان بيختلف خالص. وعايزه اعرف بقى رايك كده للي سمع فكره عن جواري العشق وتطرق لمواضيع تانية، آراء شخصية سياسية مختلفة، بس عايزة أعرف رأيك عن جواري العشق كده، أو تقولي كلمة للي ما قراهاش وهيقراها تحبي تقولي له إيه بعيدا عن يعني أولا أنا بشكر كل الناس والله اللي تفاعلت معانا النهاردة في البرنامج. ناس كتير جدا قرأت الرواية وبعتوا لي، وأنا كنت الحقيقة حريصة إن أنا أرد عليهم كلهم على صفحتي المفتوحة، وأي حد بيبعت لي برد عليه، لأنهم تعبوا نفسهم سواء قرأ وعجبته أو ما عجبتوش، فأنا هو حقه عليا على فكرة إن أنا لازم أرد عليه. ودايما أقول إن نجاح الكاتب لا يصنعه سوى قراءه، يعني بعيدا عن النقد وبعيدا عن أي حاجة القارئ هو اللي يصنع نجاح الكاتب. فأنا بشكر كل اللي قرأ وقال حاجة إيجابية لأنه دفعني إن أنا أكمل، واللي قال حاجة سلبية برضو بشكره الحقيقة لأنه هيدفعني إن أنا يمكن أتجنب الحاجة اللي هو قالها لو كانت مش مظبوطة يعني. وبدعوا كل اللي ما قراش يا جماعه مش هنستنى لبكره، هننزل نشتري روايه النهارده. ايه جديدك بقى يا رشا؟ انت جواري العشق بقالك ايه 7 سنين شغاله عليها؟ لا 3 ونص، لا مش 7 ونص. لا بلاش الاشاعات دي عشان الحاجات دي بتنتشر. لا يعني الفكره نفسها جت من 7 سنين طويل طبعا. بعدين اشتغلتي عليها يعني بنات في حكايات خدت 3 سنين ودي خدت 3 ونص، لكن الحقيقه قرائي من كتر ما بيبعتوا لي الحقيقه شدي حيلك شويه، اصحي من النوم يا بنتي وبتاع. لا ان شاء الله باذن الله يعني على الصيف كده اكون نزلت حاجه جديده، والمره دي عايزه اعمل عوده للرومانسيه البحته، يعني بعيدا عن اي تفاصيل واي مهاترات، عشان الحقيقه احنا بقينا نفتقد الرومانسيه في حياتنا يعني. هتسمعي نسمع حاجه وبعدين نرجع نختم بحاجه من جواري العشق مع فيروز، صح؟ ماشي اوكي. 8802 رقم الاس ام اس، واحنا النهارده كنا بنناقش جواري العشق. لا دكتور رشا سمير، صباح الفل. خد فكره واشتري بكره في ابدا يومك على راديو هيتس. تنتهي تحبوا تسمعوا ايه لست فيروز؟ أنا حرة وأموت في الحرية ومزاجي أعمل سحلية. أنا حرة وأموت في الحرية ومزاجي أعمل سحلية. أزحف على الأرض وعلى الحيطة وأطلع وأنزل وأعمل زيطة وأضرب في الشمس ترومبيطة.
حرة بديلي وبراسي ومحدش يكتم أنفاسي. أنا حرة بديلي وبراسي ومحدش يكتم أنفاسي. وما حطش ماسك لإحساسي ولا حط إزاز ولا أقفل شيش. عقلي يا هزاز كلك نغشيش. وأنا حرة أعيش أنا عاوزة أعيش أنا بدي أعيش أنا نفسي أعيش على كيفي. أنا حرة وأموت في الحرية ومزاجي أعمل سحرية. أرقع في الشمس الزغروطة وأخد حمام من غير فوطة. أنا حرة براسي وبديلي حرة بنهاري وبليلي حرة بمناخيري القطقوطة. أنا حرة بخشمي ماهوش خشمك وما حطش برقع ولا يشمك. أنا حرة بخشمي ماهوش خشمك وما حطش برقع ولا يشمك ولا حط إزاز ولا أقفل شيش. عقلي يا هزاز كلك نغشيش. وأنا حرة أعيش أنا حرة أعيش. This is Radio Hits. أنا حرة وأموت في الحرية ومزاجي أعمل سحلية. أنا حرة وأموت في الحرية ومزاجي أعمل سحلية. أنا أبقى سحلية وسيمة وأصاحب كرسي بتاع سيمة وبتاع مزيكا وترنم وأنا بحلم. قولي بتسمي يا بسيمة وافرحي بالمية وبالخضرة. ما تحطيش أحمر ولا بودرة. قولي بتسمي يا بسيمة ولا حط إزاز ولا أقفل شيش. عقلي يا هزاز كلك نغشيش. أنا حرة عايش أنا عايش عايش. لأن المرأة هي الحب، هي الحب، هي الحرية حين تريدها. لقد خلقت نساء المماليك إما سلاطين وإما جواري، وهن في كلتا الحالتين أسرى لرجالهن ويعشن في قبضة يد رجال القصور وأبنائهم للأبد. هذا هو الشيء الذي لم تتمناه قمر أبدا، والذي وجدت في أبيات الشعر وحروفه طوق نجاة للهروب من تلك القبضة، وتمنت أن يظل الشعر دوما، وذلك الطوق الذي تتعلق به كل سلالتها من النساء. الحرية ليست قاصرة على نوع دون الآخر، والحلم لن يظل دوما حقا للرجال وصندوقا مغلقا لا يجوز للنساء فتحه. لن تحصل الجواري على حريتهن إلا لو حاربنا من أجلها، ولن تعرف النساء لون ضوء النهار لو بقينا في كهوفهن يتحسسن أخطائهن بحذر. لن تأتي من سلالتها جارية أخرى، ولن تسمح لواحدة من بنات سلالتها أن تظل قابعة في قفصها بانتظار من يفتح لها أبواب السجن. رشا سمير نورتيني وجواري العشق، وده كان جزء من جواري العشق. ادينا لكم فكره يعني بكل ما يعني ادينا لكم افكار كتير قوي بصراحه يعني. فيلا بقى روحوا اشتروا الروايه وقروها وقولوا لي ايه رايكم كمان. ودايما انتوا بتحبوا الناس تتواصل في بيج صح؟ في بيج دكتور رشا سمير او دكتوره رشا سمير على الفيسبوك وعلى تويتر بنفس الاسم. اوكي صباح الخير رشا نورتيني. ميرسي جدا يا زهره، وسعيده بوجودي معاكي ومع مستمعينك الكرام، ومبسوطه اني موجوده معاكي في الاذاعه، ويعني ان شاء الله اللقاء يتقرر باذن الله. ان شاء الله اكيد.